اهلا بيكم في قناتي اكله جميله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده اجمل والذ واسرع شاورما ممكن تعمليها بتتبيله حلوه جدا. طبعا كلنا بنحب الشاورما كبير وصغير. النهارده هنحضرها بطريقه حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم. نبدا ونسمي الله ونشوف احنا هنعملها ازاي. بس يا ريت لو اول مره بتشوفوا قناتي ندعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناه. هنحتاج نص كيلو من صدور الفراخ مغسولة كويس، وبعدين بنقطعها رفيع زي ما انتوا شايفين كده. وهنصفي الفراخ كويس جدا من المية علشان الخلطة تمسك فيها. هنزود عليها خلطة الشاورما. الخلطة دي طعمها حلو قوي، ومش هنحتاج ان احنا نزود على الفراخ اي توابل تانية، لان الخلطة فيها جميع انواع التوابل اللي بنحتاجها للشاورما، وكمان طعمها حلو قوي. ومش هنحتاج ان احنا نسيب الفراخ في الخلطة وقت طويل علشان تتبل. ممكن نتبلها ونشتغل فيها على طول وهتطلع طعمها حلو جدا، او لو عندك وقت ممكن تسيبيها شوية. انا هتبلها وهشتغل بيها على طول. وهزود عليها 3 معالق كبار من الزبادي. الزبادي بيخلي الفراخ طرية معانا، او ممكن تستبدليه بلبن رايب. وهزود كمان معلقتين 2 كبار من الزيت، ونقلبهم كويس مع بعض ونركنها على جنب شوية عقبال ما نجهز الخضار. هنحتاج في الخضار 3 حبايات كبار من الطماطم، حبايتين 2 كبار فلفل اخضر، وممكن تزودي فلفل حامي لو حابة. وهنزود 3 حبايات من البصل. وكمية الخضار هنا بتقل وبتزيد حسب رغبتك. نبدأ بقى نجهز الشاورما. جريل على النار سخن كويس، نزلت فيه شوية من الزيت، وبعدين هنزل الشاورما ونقلبها كويس لغاية ما تتشمع وتغير اللون بتاعها. وفي الوقت ده النار بتكون عالية علشان الفراخ ما تنزلش المية بتاعتها وتنشف معاكي. وبعد ما الفراخ اتشمعت ودخلت معانا في التسوية نبدأ ننزل عليها الخضار. هننزل اول حاجة البصل علشان البصل بياخد وقت في التسوية شوية. هنقلب كده لغاية ما البصل يدبل معانا، وبعدين هنزود بقية الخضار الطماطم والفلفل. بعد ما هنزل بقية الخضار هضيف عليهم رشة ملح وفلفل اسود، وبعدين هغطي عليها واسيبها لمدة 5 دقايق تكمل التسوية بتاعتها. ولو انت بتحبي الخضار يكون فريش وما يكونش واخد تسوية، هتضيفيه اخر حاجة بعد ما الفراخ تستوي كويس معاكي. هتنزلي الخضار. لكن لو حابة ان الخضار يكون واخد تسوية هتنزليه بعد ما الفراخ تتشمع معاكي. وبعد ما الشاورما استوت هضيف عليها معلقة كبيرة من الكاتشب ومعلقة كبيرة من الصويا صوص، بيدوها طعم حلو قوي. ولو ما عندكيش حاجة من الاتنين ممكن تستغنى عنها. وبعدين هنقلبهم مع بعض كويس وهنطفي عليها النار، وكده الشاورما بقت جاهزة معانا. واخر حاجة هضيفها عليها بتديها طعم وريحة تجنن، مولعة فحماية. وهحطها في نص الشاورما وانزل عليها معلقة صغيرة من الزيت واغطيها واسيبها لمدة 5 دقايق علشان الشاورما تاخد من ريحة الفحم. ونبدأ بقى نعمل شندوتشات الشاورما. انا هعملها بالرقاق الطري وبالعيش الفينو. اعمليها باي عيش انت حباه. ونبدأ بالرقاق، هنزل عليه شوية من الشاورما، وبعدين هلفه على شكل رول، وبعد كده هحمصه. وبعدين بحشي العيش الفينو. بس ممكن قبل ما تحشيه شاورما تدهنيه بالطحينة او باي صوص انت حباه، او ممكن تحشيه سادة وتعملي الصوصات برا لوحدها. وفي نفس الجريل اللي كنا عاملين فيه الشاورما نزلت فيه شوية من الزيت، وبعد كده هنزل عليه الرقاق واسيبه يتحمص على كل جنب كده لمدة نص دقيقة، وبعدين هقلبه على الجنب التاني. هياخد طعم الشاورما، هيكون طعمه حلو جدا. والحقيقة ان الرقاق بعد ما اتحمص كان طعمه حلو جدا مع الشاورما، مقرمش من بره وطري من جوه. نطلع بقى الرقاق بعد ما اخد اللون الحلو ده. وشايفين بقى شكل الشندوتشات، شكلها بجد تحفة جدا ويفتح النفس. احلى كتير من بتاعة بره وانضف كتير واوفر كتير. جربوها بنفس الطريقة ان شاء الله تعجبكم. وجهزت معاها شوية من الطحينة وشوية من المايونيز. جهزي اي صوص انت حباه. شايفين بقى شكل شندوتشات الفينو، بجد شكلها حلو جدا وطعمها كمان تحفة. وكمان الرقاق حلو جدا، مقرمش من بره وطري من جوه. هيعجبكم قوي مع الشاورما. ونقطع بقى شندوتشات الرقاق ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي، بجد حلوة قوي.
جربوها ان شاء الله تعجبكم. وبس كده نكون خلصنا فيديو النهارده. يا ريت يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ولو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديده.